لو انت شايف ان لوجو شاومي الجديد او تعديل حرفي في الفونت بتاع بيبسي يستاهل مليون دولار، يبقى لازم تسمع اللي جاي ده للاخر. شاومي دفعت حوالي 300 الف دولار، مش عشان خاطر ان هو لوجو جديد، ولا عشان زوايا اللوجو تبقى ريديوس شويه، ولا حتى بيبسي دفعت مليون دولار عشان تغير الخط. بس لو انت فاكر بقى ان ده ارتست، يبقى انت بقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. تعال بقى نشوف هما بيفكروا ازاي. دي بقى الحقيقه اللي ما بيحبش حد يقولها، ان تصميم البراندات دلوقتي بقت ستاره لفلوس كتيره جدا، بتتحرك تحت مسمى اللي هو البراندنج. يعني ايه بقى؟ لوجو عباره عن شخبطه بيتباع بملايين، وفي نفس الوقت ار دايركتور محترم جدا يعمل شغل احسن وانضف بكتير ب 100 او 200 دولار، ده اذا حصلهم. الموضوع مش كرياتيفيتي خالص، الموضوع عقود وقصص وشو. يعمل لك بقى مؤتمر يكلموك بقى عن طاقة الكون والجولدن ريشيو والفلسفة الكدابة وليه اللون ده وليه الكيرف ده، بس في الآخر بقى بيبيعوا لك شوية ورق ومغلفينه بشكل انجليزي. وانا بقى بتحدى اي ايجنسي في العالم تطلع تقول لي ان في لوجو واحد بس قيمته الحقيقية مليون دولار. وللاسف بقى السوق ده محتاج تنظيف من اول وجديد، والكلاينت لازم يفهم ان اغلب اللي بيدفعوا مش عشان البراند، عشان منظره الاجتماعي او ترتيب دفاتره. ودي بقى الحقيقه اللي محدش هيقول لك عليها.